ازاي ابقى لاعب سكريمات، ازاي ابقى لاعب بطولات، ازاي ادخل سكريمات وبطولات، هنلعب ازاي في الروم او منين؟ ما تعمل لنا انت بطولات يا ديد ودخلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخباركم يا اخواتي؟ فيديو جديد النهاردة بعد غياب كتير جدا. بعتذر لكم طبعا. الاسئلة الكتيرة دايما الناس بتسألني عليها، النهاردة ان شاء الله هجاوبها لكم، هقول لك الطريقة الصحيحة للكلام ده كله وافضل النصايح في فيديو واحد ان شاء الله. تابع الفيديو. اول نقطة وهي اكبر غلطة الناس بترتكبها، ان عندهم وجهة نظر ان عشان ادخل سكريمات هروح اعمل كلان واجيب اي اتنين تلاتة من هنا وهنا على كام واحد حرفوش بيلعب كلاسيك ونسجل في السكريمات بالتيم بتاعنا، بس يروح يتفاجئ انه مش بيتقبل في السكريمات، بالتحديد السكريمات الكبيرة والمعروفة، وده طبيعي جدا. طب ايه الحل؟ اول نقطة لازم تبص انت محتاج ايه. محتاج تيم. التيم متوفر بس مفيش خبرة. ازاي اكتسب خبرة؟ عن طريق اولا ادخل كلان او منظمة استفيد منها. استفيد منها ازاي؟ استفيد منها خبرة. مش اول ما ادخل اقول لهم انا عايز ادخل العب بطولات. طب هل انت جاهز؟ يعني انت وتيمك مهيئ ان انتوا تدخلوا تعملوا اداء مشرف على الاقل عشان تعمل اسم لتيمك؟ اكيد لا. يبقى اول حاجة هتبدأ تعملها تدخل كلان او منظمة بغرض الاستفادة وتكسب الخبرات عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها. طيب عدينا اول نقطة. تاني نقطة، الكلان اللي هتدخله ده هيوفر لي سكريمات كويسة وتقيلة اديت فيها، اخدتوا الخبرة، مع الوقت مستواكم هيزيد طول ما انتوا بتلعبوا قصاد ناس لعيبة حتى لو مستواهم اعلى من مستواكم. بس لازم تبص لها من نقطة مهمة جدا، مفيش حد احسن من حد، كلكم لعيبة. خلي عندك ثقة بنفسك وبتيمك واسمع كلام الاجيل بتاعك، ولو في فكرة في دماغك اعرضها عليه، ما تتصرفش من دماغك. لو مش متأكد منها احسن ما تبقى عبء على التيم وتغلط غلطة تبوظ الفايت كله. لو ما تعرفش اسأل، مش عيب ولا غلط. الترين مهم جدا للتيم، اهم حاجة التيم يكون ثابت ما يتغيرش. يعني مش كل شوية تكونوا ثلاثة او اتنين وتروح تقول انا هجيب اتنين من بره اكمل والعبه، ده التيم ناقص، اصل ده عنده ظرف، اصل ده مش عارف. انت كده بتلعب بالحب. سكواد حلو يعني التزام ومواعيد اهتمام لحد ما يبقى فيه انسجام بينكم، هياخد وقت على حسب التيم، فدايما تصحح اخطائك وتشوف الصح فين. طب في اختلاف في وجهات النظر، في مشاكل في التيم، ده بيقول يمين ده بيروح شمال، ده بيعمل كده ده بيعمل كده، هنا هتشوف الكلان اللي انت فيه والناس اللي بتلعب بطولات او الكوتش اللي موجود في الكلان اللي انت موجود فيه او اللي انت هتدخله او تقدم فيه، وتعرض عليه وتاخد منه الخبرة. الموضوع تدريجيا، ما تاخدش الامور باستعجال او عصبية او خناق. كل حاجة بقولها لك اغلبها انا مريت بيها شخصيا، وهذا لا يعيب اي شخص طول ما انت بتدور على تعديل اي خطأ ليك، بالعكس هيطور من مستواك جدا. نقطة ازاي نلعب في الروم دي نقطة التيم ليدر. الاي جيل المفروض يبقى عارف هيكون منين هيلعب كويس. طب ايه نصيحتك يا ديد؟ نصيحتي العب دايما من مكان تكون كاشف فيه او شايف في كل اللي حواليك. يعني بمعنى صح يكون كل الاماكن اللي حواليك دي اوبن شويه، عشان هتكسب حاجتين. اولا اي حد يقدر يبوش عليك هتسحبه، اي روتيشن معدي تقدر تجيب كلات. والمكان اللي هتمسكه لازم تفكر ان اي حد هيفكر ان هو يبوش عليك، حط نفسك مكان الخصم اللي هيجي يبوش عليك. فكر ان انت لو مكان هتبوش منين، هتلعب ازاي مثلا. بمعنى اصح اعرف نقطة ضعف المكان اللي انت فيه عشان تعرف تعالج نقطة الضعف دي، ومحدش يقدر ياخد منك الفايت. حتى لو حد بش عليك انت كده كده عامل حساب النقطة دي. اخر نقطة، الناس اللي بتقول لي اعمل لنا انت بطولات وسكريمات وهندخل عندك، هو اكيد السكريمات سهل ان انا ممكن اعملها لكم، وكمان ممكن احلل في الرومات ابقى من السبيكتات واتكلم عن دايما عن افضل تيم بيلعب قريب. هحاول اعمل الموضوع ده ان شاء الله. بالنسبة للبطولات فأنا أخدت خطوة مهمة، وإدارة الكلان هيعملوا بطولة عالمية بإذن الله آخر الشهر ده. هسيب لكم اللينك في البايو بتاع الديسكورد، وعشان تتابعوا فيه إن شاء الله كل جديد. وهيكون فيه كده كده فيديو أصلا لوحده إعلان للبطولة دي. بكل بساطة فيديو بسيط حبيت أرد فيه على كل الأسئلة، ولو عجبكم يا ريت تسيبوا كومنت. كومنتاتك دايما بتشجعني إن أنا أستمر وأجيب لك معلومات أكتر. وشكرا، ما تنساش إن أنت تتابعنا على التيك توك وعلى كيك وعلى كل المنصات، كل اللينكات متاحة. السلام عليكم.